بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، معكم أستاذ محمد معروف، معلم اللغة العربية بالمدارس المصرية اليابانية والمنصورة كولجي سابقا. وبإذن الله سأقدم لكم ملخص سريع لقصة شجر الدر. اسمع هذا الملخص جيدا، وأتعمدت ألا أضع فيه فيديو وإنما أقتصر بالصور فقط حتى تركز مع الصوت وأحداث القصة، تتخيل أحداث القصة بنفسك. سيكون هذا أوقع للأحداث وأقرب إلى ذهنك بإذن الله تعالى. أسأل الله أن تستفيد به وتنتفع. الفصل الرابع عشر: النصر. وصل توران شاه إلى المنصورة، فأعلن شجر الدر حين ذلك وفاة السلطان وتولية ابنه توران شاه، ولكنها لم تخلي يدها من الأمر، إذ لم يكن له هم سوى شهواته ومتعه، ولم يهتم بالموقف، وبدأ عمله بسقطات أغضبت الأمراء وملأت القلوب حقدا، وأرسل إلى شجر الدر يطالبها بفلوس بابا ويحاسبها على ما أنفقته في غلظة وجفاء. يعني إزاي ما يسيبهاش؟ يعني هي موتت أبوه، إزاي ما يسيبهاش يعني تصرف زي ما هي عايزة؟ قال الأمراء لشجر الدر: وما الرأي في هذا السلطان الذي لا يصلح للملك؟ ليس هو الذي يدير الأمور في هذا الموقف العصيب. قالت باسمة: أليس الوطن أولى بكل تفكير في هذا الموقف وأحق بكل جهد، فلننسى كل شيء حتى يتم النصر، وبعد النصر نبقى نقتله إن شاء الله. ولكنها إهانات متكررة وحمق لا يطاق ولا يسكت عليه، وتصرف يودي بنا جميعا. قالت وجهها ينطلق بما صدرها من الألم: مدبر الليل والنهار يتصرف يا بيبرس، والذي مد سيفنا إلى عنق دارتوا قادر أن يريحنا ويذهب عنا هذا الألم والحزن. خلص المعركة ونموته إن شاء الله. دعنا من توران شاه اليوم وخلينا في المعركة، وأخبرني بما تم في الخطة الجديدة. قال بيبرس: انتهينا يا مولاتي من صنع السفن، وسنحملها مفصلة إلى بحر المحلة. يعني ما تصنعتش في بحر المحلة، هي تروح بحر المحلة، وهنا يتم تركيبها ثم تشحن بالرجال والذخيرة، وتقف في طريق السفن الفرنجية القادمة بالميرا من دمياط، فيموت لويس ومن معه جوعا. إذن هو محاصرينه حصار اقتصادي، لا فيه لا أكل ولا رجال ولا طعام، هيوصلوا للويس التاسع. إذا ركب رأسه سوف يموت. سرت شجر الدر لما سمعت، وجعلت تطيب خواطر الأمراء ليرجعوا ما في نفوسهم من هذه المعركة من هذا الأمر إلى بعد المعركة، ثم بعد ذلك تلتف سيوفهم إلى ركبة توران شاه. زادت الأخبار السارة والتي أقبلت مراكب الفرنج من دمياط محملة بالزاد والعتاد، فباغتتها سفننا متربصة بها، فأخذنا منهم 52 مركب أخذة رابية، وقتلنا نحو 1000، وغنمنا غنائم كثير. بعدها وصلت مراكب بالميرا الكثيرة، التفت بها سفننا وقضينا عليها جميعا، لم يفلت واحد من رجالنا، وكانت 32 مركب منها 9 شواني. وبدأ الجوع يهدد لويس التاسع، يعيش في مجاعة، يأكل هو وجنوده الحشائش والأسماك والأوراق الأشجار ثم القمامة وكأنهم حيوانات، وبدأ يبحث عن طريقة للفرار أو النجاة من هذا الأمر ومن أيدي المصريين. وزوجته مارجريت تندب حظها وتنعي زوجها. ولم يطل الوقت وأقبلت رسل لويس تعرض الصلح وترك دمياط. وصل مندوب العرب اللي هو بدر الدين مع مندوب الفرنج، وبدأوا يتحدثون. عرض لويس ترك دمياط مقابل بيت المقدس وبلاد الشام. قال مندوب العرب بدر الدين: ماذا يعرض لويس؟ وكيف يخيل إليه أننا سوف نوافق على هذا العرض أو نعيره التفاتا؟ ألم يعلم إلى اليوم حرصنا على ثالث الحرمين والقبلة الأولى للمسلمين وما في صدور المسلمين من المكانة العظمى، كيف سنسلمه له؟ ألم يعلم لويس أننا لن نترك شبرا من أرض الشام لم يطرد منها الفرنج؟ كيف خيل للويس أننا سوف نفرط في شبر واحد من أراضينا؟
كيف سنرضي بهذا الثمن؟ الثمن الذي سوف نرضي به هو أننا نترك ونفتح قبضتنا ونطلق لويس المسكين ينجو بفعلته، وسنرضى بهذا الثمن إشفاقا ورحمة على هذا المغامر المندفع من غير روية ولا تدبر. إنه في قبضتنا القوية ولن يفلت منها، وقد وضع نفسه في أحرج مكان، فلا إلى دمياط عاد ولا إلى أشموم أو إلى المنصورة وصل، وسوف يكبر في هذا المكان. كيف ينجو من عاقبة ظلمه وغروره؟ قولوا له إن دمياط والقدس وبلاد العرب كلها وطن واحد، كل جزء فيه كسواه، لا نفرط في قلامة ظفر، فليذق الحمام وليسكن مصر، لا في جناتها ونعيمها بل في قبورها التي ضمت قبله الكثير من المعتدين الباغين. عاد رسل لويس طبعا يصفون له ما رأوه وما سمعوه من قوة العرب ورفضهم تسليم شبر واحد من أراضيهم المقدسة، فقرأ في أعينهم من السخط والغضب. وبينما كان المسلمون يبدأون عامهم الجديد إذ أقبلت الأخبار الفرحة بأن الفرنج ينسحبون إلى دمياط، يتحركون في سرعة مشاة وفرسانا، ولحق المسلمون بهم يقتلون ويبعثرون مؤخرتهم وأقفيتهم. وسيف لويس جامد لا يجد يدا تدفعه ولا قلبا يحركه. ووصل لويس ترك خلفه 30,000 من الجنود لا يعرفون ماذا يفعلون، ولجأ إلى منية أبي عبد الله على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط بين فرسكور وشرمساح، فر وترك خلفه كل هذه الآلاف لاحقا. ولكن الجيش المصري لحق بلويس وأسره وطربت شجر الدر لهذه الأخبار السعيدة المفرحة. قالت وماذا صنعتم بها ملك الفرنج؟ مسكين كان يعد نفسه ليكون ملك مصر والشرق، ويعد امرأته لذلك الملك، وتكون شجر الدر جارية لها تزيقها تزلها وتزل بها المسلمات. فأين ذهب؟ قالوا في دار القاضي عبد الله بن لقمان، يا مولاتي أسيرا ذليلا يسير في الحزن وفي الذل والعار الذي يقعه، ويحرس الطواشي صبيح وأخوه أنجوا وبواتي. طبعا كانوا معه ويتمنوا لو لحقوا أو يضمهما قبر أخيهما دارتوا الذي لقي حتفه بسيوفنا. طبعا كانت هذه الأخبار في غاية السعادة والفرحة. ثم سألت شجر الدر سؤال مهم: وأين السلطان توران شاه؟ قالوا في فرسكور غالقا في ملذاته وأهوائه، يعزل الرجال المخلصين ويولي الطائشين من حاشيته، ويفرق الإقطاعات بغير حساب، ويتوعدنا بالقتل والفناء. وقد انتهت المعركة بيننا وبين الفرنج ولم يبقى سواه. ابتسمت شجر الدر وضحكت ضحكات شريرة متقطعة وكانت إذانا بالتوجه إلى توران شاه لقتله. دخل عليه المماليك، ضربه بيبرس على صباعه فقطع أصابعه، فر إلى أعلى البرج واحتمى به، فلم يصعدوا وراه. مش ناقصين فرهضة، احنا نولع البرج باللي فيه. وراحوا مولعين البرج، فقفز توران شاه من فوق البرج في النهر النيل، فنزل خلفه أقطاي شاهرا سيفه ومعه بعض المماليك، وضربه ضربة قطع رأسه وقال: هذا جزاء من وليناه علينا ثم خان الأمانة. وكأنه يعني بيتكلم بحق قوي. ثم أسرعوا يفكرون: يا ترى من يكون الملك الجديد؟